السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين إيه يا حبيب قلبي؟ من آخر فيديو آخر وصفة، يا رب تكونوا جربتوا الوصفة وتكون عجبتكم. النهاردة إن شاء الله كده فيديو سهل وسريع، إزاي تحضري من البهارات اللي عندك بهارات كبسة، بدل ما تشتريها أكياس جاهزة أو تشتريها من عند العطار. لو عندك الحاجة بتاعتها في البيت لا جمعيها في حاجة واحدة وخليها عندك كده في برطمان او في كيس وتستخدميها على طول اول ما تعملي ايه الكبسه. معايا هنا اول حاجه كاري، معلقه كاري مسلوقه، انا ايه اكياس لسه جايباها ما فضيتهاش في البرطمانات، هاخد منها كده. عندي معلقه كده، ادي كده معلقه اتنين. ده كاري، في خلي بالكم في كاري عادي وفي كاري حار، ده كاري عادي ماشي. هناخد معلقتين برضو من الكركم اهو، نحط كده المعلقه دي، خليها عندك على طول ايه كده اهو، نقلبهم مع بعض، خليهم عندك هينفعوكي جدا. عندي برضو هنا بابريكا، باخد معلقه واحده بس، خدي بقى في برطمان او خليه عندك في كيس كده تاخدي منه اول ما ايه تحبي تعملي الكبسه بتاعتك. لحمه بقى، كبسه لحمه، كبسه فراخ. عندي هنا بهارات فراخ، هاخد برضو منها زي معلقه اهي. وقعت معلش بنتي بتبصلي عادي، بتحصل في احسن الاوقات. هنحط طبعا حبه فلفل اسمر زي معلقه برضو، بيه حبه فلفل اسمر برضو كان حصى وانا طحنته ماشي كده. البهارات جاهزه معايا، وهحط طبعا 2 لومي كده، وهنحط لو عندك جنزبيل حطي، وهنحط كمان عودين قرفه كده او 3، ونحطهم كده في كيس او في برطمان. انا هحطهم عندي في كيس كده اهو حبيب قلبي. طبعا تقلبي كويس، عندك حبهان بودر حطي، ما عنديش الصراحه، هجيبهم واحطهم على الايه على الخليط اللي انا عاملاه دوت، بدل ما احط من كل كيس كده زي ما انتوا عملتوا دلوقتي، لا كده ايه اعمل نفسي ايه احضر حاجتي كده على طول، اخد منها معلقه كده ولا حاجه علشان الحاجه تبقى جاهزه عندي. وكده كانت وصفتي السريعه، يلا مع السلامه، جربوا.